لو نلقى راحتي وحريتي غدوه ندخل. اما باش ندخل غدوه للجزائر ونستني على تعهد في القنصليه كما دار احمد سقلاب، اتعاهد انني ما نزيدش نهضر، ما نزيدش نحل فمي، ما نزيدش نقول واعتذر من الرئيس تبون واعتذر من كذا، هذه ما نديرهاش، مستحيل. انا لما ارتكب جريمه حتى نعتذر من تبون، واش درت؟ المفروض تبون يعتذر مني. تبون وشنقريحه والحكومه هما اللي يعتذروا مني انا. قال بزديره عندك الحق، انت واش راك تقول؟ راك صحيح احنا اللي غالطين. انا كي نعتذر من تبون شو نقول له؟ تبون اسمح لي انا كنت غلط. ما كنتش غلط، انا ما كنتش غلط، انا لحد الان مانيش غلط، انا على حق، انا نشوف فيه على حق، انا راني نشوف في روحي على حق، لانني نقول في الحقيقه. لو ندخل الجزائر وندير التزام معناتها ما نزيدش نهضر. دوك اذا تحوسوني نسكت ما نزيدش نهضر، اوكي، غدو نروح القنصليه نقول لهم اتعاهد ونطلب من عمي تبون يسمح لي وكذا 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 وندخل الجزائر. الحاجه الوحيده اللي ممكن تلوي لي ذراعي هي امها الله يرحمها، امها مات. امي فقط اللي تلوي لي ذراعي، اللي ممكن يشدوني بها وماتت. ما يقدروش يشدوني حتى بحاجه، لا مرتي لا اولادي، حتى اولادي يقدروا يروحوا للجزائر يشدوهم نقول لهم هام ليكم زجروهم والله ما علي بيقساو. واش راح ندير لهم؟ انا اولادي ماهم فاسدين، ماهم سارقين، ماهم والو، ولا حبوا يسكروا فيا يقول لك ابن زديره شدوا لك ولادك وتسكت، طز ما عندكم. انا امها مسكينه لانها عزوج كبيره وكذا ونحرق لها كبدتها، اما الاخرين ادوهم كاع، لمدوا كاع العائله ودوهم والله ما على بالي بكم. وجربتوا، راكم جربتوا ولقيتوا